كنت عملت فيديو قبل كده بتكلم فيه عن الشخص لو عايز يبقى انجلش ترينر او انجلش تيتشر او مدرس لغه انجليزيه، يعني يعمل ايه والشهادات اللي محتاج ياخدها عامله ازاي والشهادات بترتيب شكله عامل ازاي ويبدا بأني شهاده وينتهي بأني شهاده. في الفيديو بتاعي النهارده بقى انا هكلم الناس اللي عايزه تبقى مدرسين لغه انجليزيه بس مش عندهم الاوبشن او مش حابين ياخدوا المسار بتاع الشهادات او مش عايز يستثمر في الشهادات دلوقتي او مش عايز حتى ياخد الشهادات دلوقتي لسبب مادي او لغيره. فالفيديو ده هيبقى بالنسبه لك زي كتالوج كده تاني، ولكن ازاي تقدر تبقى انجلش ترينر وببلاش. خليك معايا وهتعرف كل حاجه. ومساء الفل افري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. زي ما اتفقنا كده في بدايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو ده هيبقى بالنسبه لك زي كتالوج ازاي تبقى مدرس لغه انجليزيه او مدرب لغه انجليزيه مجانا وشاطر، يعني من غير كلام عن الشهادات تماما. ولو انت مهتم بقصه الشهادات وعايز تعرف عنها اكتر، هتلاقي الفيديو اللي انا عملته قبل كده موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. طبعا قبل اي حاجه، وده نفس الكلام اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، انت رقم واحد بالنسبه لك لغتك. بمعنى انا ما ينفعش ابقى مثلا ما بعرفش اتكلم انجلش وانا عايز ابقى انجلش تيتشر. هو حلو، هو الهدف قدامك، بس مش هينفع تعمل ده دلوقتي. فالفكره المفرغ منها ان انت لازم يبقى الانجليش بتاعك قوي جدا علشان تبدا ان انت تكمل الفيديو اصلا، او بمعنى صح تعمل الخطوات اللي موجوده فيه. ولو هنتكلم بالارقام، يعني ما ينفعش مثلا يبقى مستواك B1 وتبقى عايز تبقى انجليش تيتشر. احنا بنتكلم على مينيمم خالص اخر الB2. انت خلاص انت فاضل لك حاجه بسيطه وداخل على C1، ساعتها تقدر ان انت تاخد قرار تبقى انجليش ترينر او تيتشر. فانا صاحبي هحدد لك خطوات، والخطوات دي مش مجرد نظريه، هي خطوات انا كعمر نفسي اتبعتها. فانا مش جايب لك حاجه من السماء وبقول لك جرب دي. اولا طبعا تشتغل الانجليش بتاعك ويبقى قوي جدا. تاني حاجه تشتغل كول سنتر بالانجليش لمده تتراوح من 6 شهور لمده سنه. طب اللي انت هتاخده من الكول سنتر ايه، او هدف الشغل ده ايه؟ حاجتين. اول حاجه ان هو يعلي جدا من الفلوينسي بتاعتك او الطلاقه بتاعتك. تاني حاجه يظبط لك حته الاكسنت والبرونسيشن بتاعك او النطق بتاعك. لان خلي بالك من حاجه، انت كانجليش تيتشر او كانجليش ترينر يعني محتاج الانجليش بتاعك يبقى مبهر للمتدربين بتوعك. فهتقدر تعمل ده عن طريق الكول سنتر، انك تشتغل فيه مره تانية من 6 شهور لسنه. بس عايز هنا انبهك بس من حاجه، مرتبات الكول سنتر اللي بالانجلش عاليه، فهي دايما هتغرك انك تكمل فيها وتقعد سنين فيها. بس لو قعدت سنين في الكول سنتر ممكن يبقى حظك وحش وتيجي تقول انا ضيعت سنين من حياتي ومحتاج اشوف كارير. فخلي الكول سنتر بالنسبه لك اخره سنه، بلاش، عشان هتلاقي فيه مغريات اكتر بكتير، ودي نصيحه من اخوك يعني. طيب ظبطت الانجليش بتاعي واشتغلت كول سنتر وبقى الانجليش بتاعي امبرسيف والاكسنت بتاعتي امبرسيف واللغه عندي قويه جدا، ايه النكست ستيب او الخطوه اللي بعد كده؟ اول حاجه تعملها انك هتتطوع في مؤسسات غير ربحيه او غير هادفه للربح، زي الجمعيات الخيريه، زي مثلا على سبيل المثال جمعيه رساله. جمعيه رساله بتقدم كورسز انجلش، وزيها من الجمعيات التانية برضو عندهم اقسام خاصه بالكورسز والتريننجز والتدريبات، بيعملوها برضو للناس الغير قادرين على الدفع بشكل خيري. بالتالي الناس اصلا اللي شغاله بتقدم ده بيقدموه برضو بشكل خيري. فانت لو شخص لغتك قويه وحاسس او مهتم ان انت تبقى انجلش تيتشر او انجلش ترينر، مفيش اي مشكله خالص ان انت تتطوع في مكان زي ده لمده تتراوح تقريبا من 6 شهور لسنه. لما تبدا تشتغل مع الناس دي هتلاقي فيهم سوبرفايزرز، هتلاقي فيهم ناس مشرفين بتشرف على شغلك وبتحاول انها تساعدك وتنقل لك الخبره بتاعتهم، وهتعرف اكتر عن المناهج وهتعرف اكتر عن ازاي اقف جوه الكلاس وما الى اخره. ولكن انت محتاج برضو على الجانب الاخر تساعد نفسك بشويه مصادر. فانا دلوقتي هساعدك اوفر لك شويه مصادر اللي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير في شغلك، مش بس في بدايتك فيما بعد. اول مصدر اسمه وان ستوب انجلش، هو ويب سايت. الويب سايت او المنصه دي مهمه جدا عشان تحضر شغلك. هيساعدك جدا بالفلاش كوردز، هيساعدك بالفوكابيلاري، هيساعدك بالجرامر، هيساعدك بالليسن بلان، ان انت تبقى داخل عارف انت هتعمل ايه في السيشن بتاعت النهارده، هتبدا بايه وتحط ايه في النص وتحط ايه في الاخر. فانت مش هتضطر تتعب نفسك في حته الديزاين، انك تديزاين فلاش كوردز وتعمل شويه لعب. لا، هو هتلاقي الويب سايت او المنصه بتساعدك انها تدي لك افكار وكمان تساعدك انك تحققها بشكل يبقى جاهز. تاني منصه اسمها teachthis.com، دي بتعمل نفس اللي بتعمله بالظبط وان ستوب انجلش، بس الفرق ان هي ديتيلد اكتر. يعني لو انت عايز تدرس اريا معينه او عندك تشالنج او تحدي، مش عارف اوصل حته الجرامر دي ازاي، او مش عارف اشرح التوبيك او الدرس بتاع النهارده ده ازاي، هتقدر ان انت تسيرش فيها على الجزئيه دي وهيديك افكار في ازاي تقدر انك توصل المعلومه هنا. ثالث منصه اسمها بريمير تافل. موقع زي ده هو مش هيساعدك تحضر لشغلك او تحضر للسيشنز بالمعنى، هو هيساعدك اكتر تفهم يعني ايه شغلانتك دي اصلا وعباره عن ايه وايه الفرص اللي فيها، وهتعرف منه اكتر ان الشغلانه دي اكتر واكبر بكتير من ان مجرد يبقى اسمك مدرس انجليزي او مدرب لغه انجليزيه. ودي حاجه انت هتفهمها لما تخش على المنصه، هتفهم انا قصدي ايه بالظبط. المصدر قبل الاخير هو حاجه سيتويشنال او حاجه
لحظيه او ممكن موقفيه، يعني ممكن تستخدمها في بعض المواقف وممكن لا. ويب سايت اسمه يوجلش، هو يو جاي من يوتيوب وجليش جاي من انجلش طبعا واضح. فكرته ان انت مثلا لو عندك كلمه وعايز تدور ازاي بينطقوها في نص الكلام، فدور الويب سايت ده ان هو يدور لك على الكلمه دي على الفيديوز على اليوتيوب مين استخدمها وفي انهي سياق، وكمان بتحدد الاكسنت اللي انت عايزها وبينطقها لك وفي اكتر من فيديو وتقدر تعيد الكلام مره تانية. فده هيساعدك انت والمتدربين بتوعك او الناس اللي عايزه تتعلم منك في ان هم يعرفوا النطق الصح للكلمه وازاي فعلا بيستخدموها في ارض الواقع، وكله في هيئه فيديوز. انت بقى كترينر او مدرس او مدرب، انت لازم يبقى ليك صاحب جديد. الصاحب ده هو بيبقى قاموس او ديكشنري انجلش تو انجلش او قاموس انجليزي. وهنا اقدر ارشح لك وبكل قوه ديكشنري انا بعتمد عليه بقالي سنين طويله، اسمه thefreedictionary.com. هو ويب سايت وبرده ابلكيشن موجود على اي او اس واندرويد. اكتر حاجه بتريحني مع الديكشنري ده هو اثراءه في النتائج بتاعت البحث. لو بتجيب بتدور على كلمه مثلا بتلاقيه بيديك overload of info، بيديك انفورميشن كتيره جدا وتفاصيل ومعلومات كتير جدا عن الكلمه اللي انت بتدور عليها. حطيت كلمه مثلا بيقول لك الفعل بتاعها ايه والنون بتاعها ايه والصفه او الادجكتيف بتاعها ايه، ويديك اكزامبلز. ولو هي داخله في فريزال فيربس كمان بيساعدك بالفريزال فيرب ده معناه ايه ويديك برضو اكزامبلز عليها، وهتلاقيه كمان بيديك صور لو متاح. فانا عارف ان في ديكشنريز تانية كتير وانا ياما جربت منهم، بس ده اكتر مصدر او اكتر قاموس ساعدني جدا في الاثراء بتاع المصطلحات اللي عندي. فزي ما قلت لك ده هيبقى صاحبك الدايم اللي لازم يبقى على طول موجود معاك. المواقع دي كلها مع بعض هتساعدك جدا انك تعمل منهج لنفسك او ستايل انت بتدرس بيه. وطبعا انت هتمشي خطوه خطوه لغايه ما توصل للمرحله اللي انت تقول انا شغلي ابتدى فعلا يبان وبقيت واثق في اللي انا بقدمه. فانت في اول 6 شهور اللي هتشتغل فيهم بشكل متطوع، انت لو خدت بالك انت طبعا مش هتكسب فلوس، بس انت هتكسب خبره كتيره جدا هتجيب لك الفلوس دي قدام او هتجيب لك الدخل ده قدام، لانك هيبقى لغتك قويه، عندك اكسبيرينس جوه الكلاسز وبرده عندك الاكسبيرينس بتاعه المناهج. بعد ما تعدي 6 شهور بتوع التطوع دول هتبتدي انك تقدم بقى في اماكن او تقدم في مدارس. والمدرسين عشان يتقبلوا بيحصل لهم حاجتين. اول حاجه بيحصل لهم طبعا انترفيو بيبقى ان انجلش او بالانجليزي. تاني حاجه بتحصل لهم حاجه اسمها ديمو. الديمو ان انت بتيجي بتعمل نفسك تيتشر والسوبرفايزرز او الناس اللي بتشغلك بيبقوا عاملين نفسهم ستودنتس او متدربين اللي هم ترينيز يعني، وبيطلبوا منك انك تشرح حاجه، وبناء على ده بيبتدوا ان هم يقيموا السكيلز او المهارات بتاعتك، وساعتها بقى بيحددوا ده بلس ده ينفع يشغلك ولا لا. ومعظم الاماكن دلوقتي هي محتاجه ناس كتير، خاصه الاماكن اللي هي متخصصه في الكورسز زي جيت واي انجلش كوميونتي يعني لازم نقول طبعا. واغششك حاجه، السوق عطشان، بمعنى في طلب كبير جدا للكوادر دي بس مفيش كوادر بشكل كافي. يعني خليني اريحك في ده واقول لك انت مش هيجي عليك اللحظه بتاعت انا مش لاقي شغل كانجلش تيتشر، لا انت دايما السوق محتاجك، وكمان المرتبات فيه دلوقتي بقت مرضيه جدا فور ناو. وبعد ما تتقبل بقى في الاماكن دي لو انت عايز تزود من قوتك هتحط بقى الشهادات قدامك. بس عايز اشارك معاك حاجه بخصوص الشهادات، وانا ذكرت منها جزء بس في الفيديو اللي فات. عايز اصدمك هنا ان انت مش مجرد ان انت معاك تافل او معاك تيسول او معاك سيلتا او معاك دلتا ان انت تبقى بني ادم قوي واي حد ممكن يشغلك خالص. لا، انا كصاحب مؤسسه تعليميه اللي هي جيت واي انجلش كوميونتي اقدر اقول لك وبقوه احنا كم من الناس اللي معاها سيلتا واترفضت هو مش عدد يتعدى على الصوابع، لا عدد كبير. ودي ناس معاها سيلتا. السيلتا دلوقتي في وقت تصوير الفيديو ده تقريبا تكلفتها من 48 ل 50 الف جنيه. والاسباب بتاعت الرفض بقى مختلفه. شركتي في جيت واي انجلش كوميونتي اسمها سلمى هي الهيد اوف سوبرفيجن اند تريننج في جيت واي، يعني هي مسؤوله عن السوبرفايزرز اللي بيسوبرفايزوا على الترينرز. وده بسبب ان سلمى ما شاء الله بقى لها سنين طويله جدا عندها خبره قويه جدا في حته الانجلش تيتشنج والتريننج والسوبرفيجن والكوتشنج، انها تترين ذا ترينرز او تترين ذا تيتشرز. سلمى معاها سيلتا بقى لها سنين، وخرج من تحت ايديها بقى مدربين كتير. حتى هي عامله كورس اسمه تيتشر ميكر، لو حبيت تعرف تفاصيل اكتر هتلاقيني سايب لك طريقه التواصل في الديسكربشن لو انت مهتم. يعني بتعلم فيه الناس من اول ماسكه الماركر لغايه ما يوصلوا يبقوا جامدين. لما سالتها سلمى الناس اللي بيبقى معاها سيلتا وتافل وتيسول لما بتقدم عندنا بيترفضوا ليه؟ يعني قولي لي الاسباب مثلا المنتشره بينهم. فردت عليا رد نقدر نلخصه في نقاط. اول نقطه ان الناس دي ما بتبقاش شخصياتهم شخصيات ترينرز، بمعنى هو تحس ان هو مش بتاعته مش شغلانته، هو مش حاببها، مش شغال بباشن، شخصيته مش راكبه شخصيه ترينر او تيتشر. يعني خلي بالك من نقطه، الناس اللي هتحضر معاك في الكورسز بتاعتك او في السيشنز بتاعتك هم مش هيبصوا لك بصه انت مجرد مدرس، هم هيبصوا لك بصه رول موديل، مثال يحتذى بيه وانا عايز ابقى زيه. فانت محتاج تبقى كاركتر اكتر من انك سكيلز. تاني نقطه، ناس ما عندهاش صبر.
يعني انت متخيل واحد مثلا يبقى بيعمل دمو عشان خاطر يقدم على شغل فيقفش على الناس او يتنرفز من الناس، لان طبعا طبيعي ان احنا نقعد نسالك ودي يعني ايه، لا اشرحها لي تاني، اشرحها لي تالت، اشرحها لي بطريقه تانيه، دي يعني ايه، واسئله تبان كومن سنس جدا او منطقيه، فتلاقي ناس بتتنرفز، فده معناه ان هو ما عندوش صبر، لان الشغلانه دي رقم واحد احتياج فيها الصبر اللي هو يجي قبل الانجليش اصلا. تالت سبب وده بقى كان يعني تفسيره بسيط جدا بس هنتكلم فيه كمان شويه، واللي هو ان الناس دي معاها شهادات قويه بس لغتهم ضعيفه جدا. وايوه انت سمعت صح، يعني هو لغته بتبقى ضعيفه، وده معناه حاجه واحده بس يا معلم، ان الشهادات دي بقت بيزنس اكتر ما انها حاجه تاهيليه، يعني بقى اي حد يقدر ياخد الشهادات دي عادي. انا بتكلم هنا على السوق المصري خلي بالك، مش بشكل عالمي. وقصدي بكلمه بقت بيزنس هنا ان هي ما بقاش ليها كرايتيريا معينه او ما بقاش ليها متطلبات معينه عشان اقدر اقبل الناس، اي حد قادر ان هو يدفع ثمن الشهاده بياخدها. وسلمى ختمت وجهه نظرها او كلامها انها ما تنصحش الناس ان هم ياخدوا شهادات كتيره في مصر. لو انت بقى ناوي تسافر بره مصر فالشهادات دي فعلا ليها ثقلها ولها تقولها اللي تقدر ان انت تستخدمه بره. وفعلا بناء على السنين بتاعه جيت واي من اول 2014 لغايه هذه اللحظه، سلمى لما بتحتاج ترينرز في اي فرع او حتى اونلاين اخر حاجه تطلبها الشهاده. هي اصلا ما بتطلبش شهاده في الناس اللي بيشتغلوا، كاركتر، لغه، بوتنشال، حتى يعني عنده مبادئ التيتشنج او مبادئ فكره ان هو يقف في كلاس، وبعد كده هي بتكمل بقى للناس السكيلز اللي هم محتاجينها عن طريق التيتشر ميكر كورس اللي هي عاملاه. وبفكرك مره تانية اللي هتلاقي برضو رقم للتواصل لو انت حابب تعرف اكتر عن الكورس بتاع سلمى اللي هو تيتشر ميكر. يبقى عشان خاطر الخص لك كلامي في الفيديو ده كله هنلخصه في 5 نقاط. اول حاجه الشهاده مش مهمه خالص. تاني حاجه هتشتغل على الانجليش بتاعك جدا جدا جدا. تالت حاجه هتشتغل في كول سنتر لفتره تتراوح من 6 شهور لسنه. رابع حاجه هتتطوع في اماكن بتقدم كورسات مجانيه عشان خاطر تكسب خبره. خامس حاجه بعد مرور 6 شهور في الجمعيات دي او في الكورسز المجانيه هتقدم في اماكن بشكل رسمي يعني. وده كان الكتالوج بتاعك ازاي تقدر تبقى انجلش ترينر او تيتشر مجانا يا معلم، وكمان قوي كمان. يعني لو انت جربت طريقه تانية غير اللي انا اتكلمت فيها دي وغير الطريقه اللي انا جربتها بنفسي، انك تبقى انجلش تيتشر يعني او انجلش ترينر، ولقيت انها فعلا فعاله معاك انت، يا ريت برضو تشاركنا بيها في كومنت، لان مش شرط الطريقه اللي مشيت معايا انا تتماشى مع كل الناس. ده شيء منطقي جدا ان مفيش حاجه واحده الناس كلها تتفق عليها او هتتوافق مع الناس كلها. يا ريت نخلي الكومنتس على الفيديو ده زي مرجع كده للناس اللي عايزه تبقى انجلش تيتشرز او ترينر. يا رب تكونوا اتبسطتوا النهارده او استفدتوا. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.